الفلوس فين يا باشا مصر وانا اجري وراها؟ الفلوس فين وانا اروح لها؟ هو ده مبدأ اللعيبة دلوقتي، مش مبدأ فتوح بس. هي دي بقت لغة العصر. الفلوس فين وانا اروح لها. هي الفلوس عند مين؟ اهلي ولا زمالك؟ عند اهلي طبعا. لو هتقارن بين اهلي وزمالك كفلوس، لا اهلي يكسب. تمام. فاحمد فتوح دلوقتي مبدأه: انا هجدد مع الزمالك والله لو في فلوس، هروح الاهلي والله لو هيدفعوا لي. فهو ده مبدأه دلوقتي، بس عشان نكون واضحين، ومش مبدأ فتوح بس، ده مبدأ كل اللعيبه. اسمع بقى يا باشا مصر، رأيي في دقيقة او دقيقة ونص كتير قوي يعني، مش هطول عليك. انا شايف من وجهة نظري اللي هي متواضعة جدا 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 جدا: كفاية. كفاية. كفاية ايه؟ كفاية اهلي. كفاية ضرب الزمالك على قفاه. كفاية، ما حدش يزعل من كلامي سواء اهلاوية او زملكاوية. كفاية ضرب على قفاه. ليه كفاية ضرب على قفاه؟ هقول لك ليه. امام عاشور ضربة حلوة وهتفيدك، هتفيدك. كهربا ضربة جميلة وكانت رد على حاجة تانية، وكلنا فاهمين القصة دي فادتك. تقدر يعني بنسبة تقدر تحط لها نسبة. انت فاهم؟ طيب هل فتوح صفقة فتوح هتفيدك؟ طبعا هتفيدك. اللي يقول غير كده يبقى ما بيفهمش، اللي بيقول غير كده يبقى ما اتفرجش على كورة. حلو. هيفيدك. فتوح هيفيدك، ولكن الصداع والدوشة اللي معمولة حاليا واللي لسه هتتعمل كمان شوية كده قدام، انا في غنى عنها. انا كمشجع انا زهقت. انا كواحد بشجع النادي الاهلي انا زهقت والله. زهقت من ايه يا ابو حميد؟ زهقت من الدوشه والصداع والصراع والمشاكل اللي بقت بين الاهلي والزمالك. انا زهقت. فنقدر نقول كفايه بيبو، نقدر نقول كفايه بيبو. كفايه. والله فتوح قعد معاكم واتفق. امين. سامعين كده ان هو قاعد مع النادي الاهلي ووصل لاتفاق حلو جدا، جميل جدا الكلام ده. طيب جينا بعد كده اكتشفنا ان فتوح له طلبات تانية، ليه شروط تانية، ليه مش عارف ايه، ليه اي حاجه يعني المهم ان فيهم مطلع. المهم لا، انا اتفاق معاكم ده لاغي لان في حاجات تانية. لا يبقى شكرا يا عم فتوح، اركن على جنب. هنشوف بديل معلول ان شاء الله هنعرف. انا شايف ان الدبيس ده لاعب جامد بس لسه عايز يعني شويه وقت، ولكن نشوف ايه المشكله. بديل معلول ندور هنلاقي ان شاء الله. وكفايه صداع بقى. كفايه صداع، معلش عشان خاطرنا احنا كمشجعين يعني.